ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض العاشوره بطريقه حلوه كده وسهله، وكمان تطلع معاكي كريميه كده وحلوه وطعمها تحفه. يلا بينا نشوف الطريقه بتاعتنا ونشوف عملنا العاشوره ازاي. اول حاجه جبت القمح كده ونقيته كويس جدا عشان ميبقاش فيه اي زلط كده صغير او اي حاجه. بعد كده هاخد بقى القمح بتاعي واغسله كويس جدا وانقعه حوالي 3 ساعات كده في ميه سخنه، وبعد كده نصفيه من الميه وانزل بالقمح كده في الحلة، وهضيف عليها المية تبقى مغطية القمح كده بشوية حلوين، عشان طبعا لسه هنغلي القمح كتير على النار فما يتلساش مننا او المية تنشف. بعد كده هاخده بقى كده، بصي المية بتاعته عاملة ازاي. بعد كده هاخد القمح وارفعه على النار، ومش هغطي الغطا بتاع الحلة اوي عشان لما المية تغلي ما تبهدلش الدنيا وتبهدلي البوتاجاز. بعد كده لغاية لما يستوي والحباية بتاعت القمح كده خلاص بدأت تخش في السوا، هنزل بلتر من الحليب واسيب منه بس حوالي نص كوباية كده عشان ادوب فيهم النشا، ونظبط بقى القوام بتاع العاشورة ويبقى القوام معاكي كده كريمي. هقلب بقى النشا كده مع اللبن واقلبها كويس وانزل بيها على العاشورة بتاعتي. وبعد كده هنزل بقى الفانيليا، وتقدري تستخدمي هنا الفانيليا السايلة او الفانيليا البودر. انا حطيت هنا معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، بتدي ريحة حلوة جدا في اي حاجة تستخدميها فيها. بعد كده نزلت بقى بحوالي 4 معالق من الكريم شانتيه، ودي بتخلي القوام معاكي في حتة تاني، والطعم بتاعك العاشورة بيبقى غني كده وطعمه حلو. حطيت 4 معالق من الكريم شانتيه، وكمان نزلت حوالي 5 معالق من السكر. طبعا السكر ده حسب الرغبة، حسب ما انت عايزة بتحطي السكر زي ما انت عايزة. بس كده هقلبهم مع بعض كويس جدا، هتسيبيها كده تاخد غلوة علشان كل حاجة كده تندمج مع بعضها وتبقى كريمية كده وجميلة. شايفين شكله عامل ازاي؟ وظبطت السكر بتاعي، وبعد كده هجيب بقى العاشورة بعد ما خلصت كده ونغرفها بقى في الاطباق. حابة بقى تحطيها في اطباق ورقية، اطباق صيني، اي بقى اطباق عندك قدمي فيها. بعد كده قدمت كده العاشورة، ويلا بينا بقى نزينها مع بعض كده. عايزة اقولك القوام كريمي وريحتها حلوة وكمان غنية كده، وتحس ان هي دسمة من الكريم شانتيه واللبن. طبعا مستخدمة حليب كامل الدسم. زينتها كده بجوز الهند والزبيب، وعايزة اقولك طالعة كريمية كده وجميلة. بصي باين قدامك اهو في الفيديو. احلى عاشورة هتعمليها، وبألف هنا وشفا على قلوبكم، وكل سنة وانتم طيبين. باي باي.